من الفضيلة بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة أينما كنتم أيها السادة والسيدات. المستهل كالمعتاد بالعناوين. وزارة التعليم توزع المستلزمات الدراسية بتعرفة مقبولة. دعوة لقطع الأشجار التي تعيق حركة المشاة. وزارة الصحة تضع خطة عمل استراتيجية للسيطرة على أمراض الملاريا. المنتدى الصيني الأفريقي ينعقد في العاصمة بكين. الأرجنتين تبدأ التقشف بإلغاء وزارات حكومية. وفاة مؤسس شبكة حقان الأفغانية. من العناوين إلى التفاصيل. بدأت وزارة التعليم توزيع مستلزمات دراسية على كافة الطلاب في البلاد مع بداية العام الدراسي الجديد بأسعار مقبولة. وأوضح مدير الإدارة والمالية في الوزارة السيد برهان حاغوس أن هذا البرنامج الذي عمل 12 سنة منذ الشروع فيه بهدف توفير المتطلبات الدراسية الأساسية التي تشمل الدفاتر والأقلام وغيرها من المستلزمات الدراسية لجميع فئات الطلاب، يعمل به بداية من رياض الأطفال وحتى الكليات. وذكر السيد برهانس بأن الحكومة تنفق سنويا من 32 وحتى 45 مليون نقفة لإنجاح البرنامج، وبما أنها تتوزع إلى كافة المديريات داعيا الآباء لشراء المستلزمات الدراسية من المدارس التي ينتمي إليها أبنائهم. في الختام أشار السيد برهانس إلى أن الوزارة وزعت منشورات توعوية على غلاف الدفاتر تعزز وعي الطلاب الصحي والحوادث المرورية، بالإضافة إلى صور ورسومات لها صلة بتاريخ الشعب المصري، موضحا بيع تلك المستلزمات إلى المؤسسات الخاصة والاستفادة منها أيضا في أغراض خاصة. دعا مسؤول فرع الشتول والنظافة في إدارة الإقليم الأوسط السيد فوتسوم هيلة إلى العناية وتصفيف الأشجار المغروسة في ساحات المنازل السكنية والمؤسسات التي تعرض للحوادث وتعيق حركة المشاة. وأوضح السيد فوتسوم بعد أن قدمت هيئة الكهرباء البترية شكواها بخصوص هذه القضية، قام أعضاء الفرع يوميا بقطع شارعين من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المنتشرة على أطراف الطرقات والمنازل السكنية، داعيا أصحاب المنازل السكنية والمؤسسات لإبداء التعاون من أجل إنجاح المهمة. وأفادت وكالة الأنباء نقلا عن المقترحات والآراء التي قدمها المواطنون بأن الأشجار المنتشرة في العاصمة أسمرة تعرض للحوادث والخطر في حال لم يتم قطعها أو تصفيفها في الوقت المناسب، وكذلك إذا لم يتم رفع الأغصان المقطوعة في أوانها. هذا ويعد فرع الشتول والنظافة في الإقليم الأوسط من أحد فروع إدارة الإقليم الأوسط، وينشط في بيع الشتول والورود. صرحت وزارة الصحة بأنها وضعت خطة عمل استراتيجية للسيطرة على الملاريا والقضاء عليها بالكامل في الفترة ما بين 2017 وحتى 2021 في 17 مديريات تنتشر فيها الملاريا بالتعاون مع جهات العمل الشركة. وأشار عضو مكتب الوقاية من الملاريا السيد أمان غويتوم إلى أن المهام حققت نتائج ملموسة، موضحا القيام بالمتابعة اللازمة وتنظيم أنشطة وقائية إضافة إلى حملات التوعية. وأوضح السيد أمان بأن أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالملاريا في المناطق التي تنتشر فيها الملاريا تنتج عن نقص النظافة والاستخدام السيء للناموسيات وعدم الاستراع إلى المؤسسات الصحية في حال ظهور أعراض الملاريا، وعدم تناول الدواء بانتظام، مشيرا إلى العمل الموحد والمنسق في هذا الجانب، باعتبار أن السيطرة على المرض ترتكز على وعي المجتمع. في الختام ناشد السيد أمان الجميع للذهاب إلى المؤسسات الصحية في حال ظهور أعراض الملاريا خلال 24 ساعة وتناول الأدوية بشكل منتظم، وعلى المجتمع القيام بتنظيم نفير للإصحاح البيئي لدرء تكاثر البعوض. أكد الزوار بأن عروض
قرية الحياة المعيشية للقوميات الإريترية في المهرجان الوطني لعام 2018 تلعب دورا كبيرا في تقديم معلومات تاريخية إضافة إلى دوره الهام في توريث التراث والقيم. وتشتمل العروض المنازل التراثية وأدوات منزلية وملابس ومعدات النفير والتراث والانضباط ومحتويات المنازل وغيرها من المحتويات الهامة. وقال السيد سراج محمد جاسر منسق فرع التراث في الإقليم الأوسط أن الهدف الرئيسي من العروض تقوم على تعريف الزوار من الكبار والصغار والأجانب بهذا التراث العريق، ويتم تقديمه بشكل منافسات، حيث أضفى بذلك على جمال المهرجان أكثر جمالا وروعة. ولا زالت فعاليات المهرجان الوطني الذي افتتح في 31 من أغسطس المنصرم تحت شعار السلام للتطور المستدام تتواصل وتشتمل على برامج فنية وتراثية وقرية الأقاليم، وبرامج تعليمية وترفيهية موجهة للأطفال، وعروض فوتوغرافية وركن لبيع الكتب، وعروض للبازار، ووقفة مع فنانين وأدباء قدامى وفلكلور ورقصات شعبية إضافة إلى الأغاني الحديثة. يقوم سكان منطقة عدن أمن في مديرية لوغو عن سبب إقليم القاش بركة بتنظيم أنشطة نفير تنموية واسعة وفعالة في الوقت نفسه، منقسمين على مجموعات لصيانة الطرق وحفظ المياه وحماية التربة. وأشار المشرفون على النفير الذي يشارك فيه حوالي 300 شخص في اليوم بأن السكان يواصلون أنشطة الصيانة التي بدأت في طريق عدن أمن دق شحاي بشكل أقوى. والهدف من ذلك هو تقديم خدمات مواصلات جيدة للكثير من السكان بتغيير الطرق العابرة عبر عد بديل بطريق آخر يربط بين أسمرة مقرقة عدن أمن درسناي. وذكر الخبير الزراعي داليش تسفاي فيما يتعلق بأنشطة النفيرية الجارية لحفظ المياه وحماية التربة بإشراف الخبراء الزراعيين بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء ومكافحة التصحر ومضاعفة الإنتاج، مما ظل يحقق ذلك نتائج ملموسة. من جانبه شدد المسؤول متابعة الضواحي والمشاريع في المديرية السيد إياس هيله أن الأعمال الجارية على الرد العاجل بخصوص توقف خدمات المواصلات في طريق أسمرة مقرقة درسناي من أجل الحصول على النتائج الجيدة من الأعمال الجارية للتقليل من إشكاليات المواصلات. وعبر السكان بدورهم عن أمنياتهم الكبيرة لتقوم شركة حارات للتعرف على أوضاع الطريق بشكل مباشر للتعامل مع طلباتهم بإيجابية. هذا وتعد منطقة عدن أمن إحدى مناطق المديرية 22 ويقطنها حوالي 4500 نسمة. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي عن دعم مالي ضخم ستقدمه بلاده للدول الأفريقية. وأعلن شي في كلمة ألقاها أن بكين ستقدم دعما ماليا لأفريقيا بقيمة 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدعم سيكون على شكل مساعدات حكومية واستثمارات وتمويل. وأضاف أن الصين ستزيد وارداتها من أفريقيا وستعمل على تسهيل إجراءات إصدار مؤسسات مالية أفريقية سنداتها في الصين. وانطلقت أعمال منتدى التعاون الصيني الأفريقي أمس الاثنين في بكين بحضور قادة وزعماء 51 دولة أفريقية، وتستضيف العاصمة الصينية المنتدى يوميا الثالث والرابع من سبتمبر الجاري. وسيبحث المشاركون سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأفريقية والصين. أعلنت الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية. وقال الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري في حديث بثه التلفزيون أن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها، وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلقاء نحو نصف وزارات الحكومة. وتعتبر الأرجنتين أكبر مصدر للحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة والقمح وفول الصويا.
وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دو جوفن أن إجراءات التقشف تستهدف خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف العملة المحلية. وفقدت العملة الأرجنتينية نحو نصف قيمتها منذ يناير الماضي، على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60%. توفي مؤسس جماعة حقان المتشددة بعد سنوات من المرض بحسب ما أعلنته حركة طالبان الأفغانستانية. وكان جلال الدين حقاني شخصية متشددة مهمة في أفغانستان ومقربا من كل من طالبان وتنظيم القاعدة، ويعتقد أن ابنه يتولى قيادة الجماعة منذ عام 2001. وكانت جماعة حقاني هي المسؤولة عن كثير من الهجمات التي نسقت بشدة على أفغانستان وعلى قوات حلف الشمال الأطلسي الناتو في السنوات الأخيرة. وفي أفغانستان أيضا قالت بعثة الدعم الحازم الذي يقوده حلف الشمال الأطلسي في بيان أن جنديا أمريكيا قتل بينما أصيب آخر في هجوم داخلي فيما يبدو بشرق أفغانستان. ويأتي الحادث بعد مضي شهرين على مقتل فرد بوحدة تدريب تابعة للجيش الأمريكي بالرصاص على يد جندي أفغاني في إقليم أرزكان بجنوب البلاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. أطيب المنى.